أسير حرب سابقا. جيت سنة 1977 وتشديت نهار 17 في 89 في راس خنفرة. قبل ما نتشد يعني كنت نحارب البوليزاريو مرة، ولكن بعد ما تشديت ووليت في الدين البوليزاريو وليت كنحاربهم ليل ونهار. كنا حنا هاد الأسرى هادو كناكلو بوليزاريو من داخل بحال السرطان، كل واحد من الموقع ديالو. حطمنا الآليات، سرقنا، خربنا، ما خلينا ما درنا، حتى العقول ديال البوليزاريو خربناهم. المهم في المدة ديال الأسر، المدة اللي دوزنا عند البوليزاريو كلها عذاب ليل ونهار. الأعصاب المجان كناكلوها في الخدمة بدون ما دير حتى شي حاجة، ولكن كانت يعني سهلة عندنا لأننا كنعرفوا روسنا تشدينا على وطننا وتشدينا على بلادنا. كاين اللي كياكل العصا على كيعيطوا عليه كيقولوا غادي تسب الحسن الثاني الله يرحمه، وكيرفض كيقول لهم ما نسبوش وكياكل العصا هكاك. المهم تعذبنا بواحد الطريقه ما كيتصورهاش العقل نهائيا. كنا كنعسوا في الحفاري، كلينا الماكله مخلطه بالحجر والدجاج، خلينا بالجوع. كنا كنجبدوا الجمل من هنا من الحجبان ديالنا، كدير هكا وتجبد الجمل، ولكن داكشي كامل كان سهل عندنا. المهم داكشي اللي فات علينا ما كيتصورش نهائيا. والبوليزاريو كانوا كيعذبونا بطريقه وحشيه، وهما بروسون ما كيعرفوا حتى شي حاجه، ما كيعرفوا لا حقوق الانسان لا انسانيه ولا حتى شي حاجه كاع. ديال التعذيب كانوا كيضربونا بالكابلي ديال 380، يعني 3 ديال الخيوط فيهم المسامر، وكيفتحوا له دوك 4 الخيوط كيعريوهم مع وجههم هكا باش ملي كيضربك كيجبد اللحم. هذا هو باش كانوا كيضربونا. وفي اغلب الاحيان كيقول لك طيح على وجهك، طيح على وجهك، وكيقاد لك ديك الراس ديال الكابلي مع راسك، كيضربك ويخبش لك راسك. او لا كانوا كيعلقوا بنادم، كيعلقوه بواحد العصا، كيكتفوه، كيديروا له عصا هنا وكيكتفوه وكيعلقوه بديك العصا، غير بمجرد يهزوه كيولي راسو لتحت. او لا كيديروا ليه الحدايد، 2 حديدات، كيديروا حديده هنا وحديده هنا وكيزيروهم بشامبرير، وغير بمجرد يضرب ديك الحديده هكا كيبغي العقل ديالك يخرج، كيبغي المخ ديالك يتفرقع. يعني جربوا فينا جميع الاساليب ديال التعذيب. كانوا كيزحفونا عريانين، بحال ملي كيهرب شي واحد مثلا كنتعاقبوا عقاب جماعي. ملي كيهرب واحد كيعاقبوا كل شيء. علاش؟ زعما شتو هرب وما علمتوش. المخابرات الجزائريه نهار تشديت انا، قبل ما نوصلوا باقينا يعني بعادين على بلاصه المعركه بواحد 150 كيلومتر هكاك. طلعني انايا طنون جزائري، السلام عليكم المراركه، ما كاينش اللي ردها عليه. حنا كنا معطوبين كاملين، كلنا دميات. قال لنا واش شتو حنا ما قادرينش عليكم، ولكن الحمد لله جاب الله الرجال اللي يجيبوكم حتى ليدينا. وهذا الكلام بالنسبه لي انا ما ضرنيش، ولكن ضره هو اللي ما قادرش يجيبني، حتى جاب له الله الناس اللي يجيبوني، وشكون هما مغاربه. ملي كتشد شي مجموعه جديده يعني الله تشدت، كيخليوها بعيده على الاسرى الاخرين، يعني باش دوك القدام يوعيو دوك الجداد. كيجيو عندهم مخابرات جزائريه كيبحثوهم كلا على حيده، ضرب وتصرفيق واسمو، حتى يعني كيقول لهم بنادم داكشي علاش، داكشي اللي كاين الناس ماشي كيف، كاين اللي كيتحمل وكاين اللي ما، كاين اللي كيكذب، كاين اللي كيقول الحق. المهم لانكيت، واحد 3 ايام ديال لانكيت ديال البحث، ومن بعد صافي كيدخلوهم عند الاسرى الاخرين. كيبدا في العذاب الاخر ديال عمل الشقه. كيقولوا له ما تعطيوش الاسير الفرصه يهضر، كيقول له مثلا الا دار شي حاجه كيسولك ويقول لك اسكت، ما يخليكش تجاوب. قراوهم قالوا لهم الا خليتيه يهضر هما راه عندهم البلاغه، راه غادي يسيطروا عليكم. وفعلا سيطرنا عليهم. من بعد ما اندمجنا معهم وتعطلنا عندهم، وكاين الناس اللي دايرين اصدقاء. انا كان وزير كيجيب لي التليفون نهضر مع عائلتي، وزير ديال البوليزاريو كيجيبني ويهزني في النيسان ديالو ويدينا حتى يبعدني ويعطيني التليفون ويقول لي هضر مع مالين دارك. من جهه اخرى المنظمه ديال دينيا الميترو حنا اللي رديناها، كانت ضد المغرب، والاسرى هما اللي ردوها باش تكون ضد البوليزاريو، لان جاو واحد 2 عيالات تما باش يديروا
داروا واحد البحث، قالوا لهم بغينا نديروا دكتوراه في حقوق الانسان، قال لهم خصكم تخليونا نتواصلوا مع المحابس مع الاسرى. هما تاقوا فيهم، قالوا هذو ما يمكنش يديروا علينا شي حاجه خايبه، وتلقوهم عندنا. دوزوا معنا 15 يوم. في ديك 15 يوم وضحنا لهم حنا الخبايا ديال بوليزاريو كاملين، وداك التزوير ديالهم وداك الشيء كامل. وفاش طلعوا لفرنسا طلعوا تقرير ضد البوليزاريو، وسحبت الاعتراف ديالها دانيال ميتيرون، وطلبت من المنظمات اللي كانت هي السبب في الاعتراف يسحبوا الاعترافات ديالهم من البوليزاريو. احنا وصلنا لواحد المستوى اللي يعني ممنوع، يعني في القانون الدولي الانساني فيه القانون 20 عام لحد الاسر ديال الاسير 20 عام. حنا فتناها. المنظمات اللي كانوا كيساندوا بوليزاريو ضغطوا عليهم باش يطلقونا، قالوا لهم حنا ما معترفش بنا القانون. قالوا دوك المنظمات البوليزاريو حنا كنساندوكم مجانا، اذا غادي تطلقوا هذوك الناس مجانا او لا ما نساندوكمش. هذا هو السبب باش طلقونا، وطلقونا بطريقه عاوتاني كتحشم. كانوا كيعطيونا للناس اللي كانوا كيساندوهم، مثلا كيقولوا مثلا القذافي ساندهم عطاوه 300 واحد، كيقولوا له تلقى على حسابك انت. ويعني دوك المجموعات كاملين طلقوا، عطاوهم كل مجموعه كيعطيوها لواحد يطلقها بسميتو هو.